اتكلمي الشباب همت اخواتي. ده ألف مبروك على التغييرات الجديدة يا كوكا. اسمك. كلمي الشباب بقى، الشباب دلوقتي اللي بتكلمك. يا كوكا، الشباب دلوقتي لغتهم بقت سريعة وفيها كلمات معينة روشة لا، اللي هم الناس اللي هم الفورس بتاعتي اللي هي قناتي. انا دلوقتي بصور. يا أسطورة، بما إنك بتصور دلوقتي لجيش الأساطير فأنت محتاج دخلة تحمس المتابعين الفانز بتوعك وتخليهم. يلا بس قولي الأخبار، يلا الناس مش مستحملة. ماشي يا أسطورة، بما إن جيش الأساطير مستني خلينا ندخل في النار على طول. دي أهم الأخبار اللي قلبت الدنيا دلوقتي وتقدر تطلع بيها في فيديو الشورتس بتاعك. 1. أخبار روبلوكس، العودة المرتقبة. الجلسات والمحاكم، اتكلم إن فيه كلام كتير عن رجوع اللعبة قريب في مصر وإن فيه محاولات جادة لفك الحب لأن الجمهور كبير جدا ومش مستني. تحديث ماب البيوت بروك هيفن، في إشاعات عن سكنات وعربيات جديدة لا مش دعوة، أنا بتكلم في حظر لعبة روبلوكس، الإجراءات اللي أخدتها ومصر وموقفها دلوقتي. حقك يا بطل، ده أهم موضوع شاغل جيش الأساطير دلوقتي. وعشان تطلع فيديو دلوقتي أنا دوست ستوب. يا هلا والله بكل جيش الأساطير، منورين القناة الجديدة مع البطل كوكا. أنا معاكم النهاردة عشان ندردش في أهم موضوع شاغلكم وهو موضوع حظر لعبة روبلوكس. أنا وكوكا كنا لسه بنرتب الأخبار عشان ننقلكم الصورة كاملة ومن غير إشاعات. بصوا يا أساطير، الخلاصة لحد دلوقتي الموضوع لسه في إيد القضاء وفي جلسات ومناقشات كتير عشان يشوفوا إزاي اللعبة تكون أمان لكل الشباب اللي زيكم. إحنا عارفين إنكم مش مستحملين وعايزين تدخلوا تلعبوا مع دلوقتي بقى إيه تحديث روبلوكس الأخير في الموضوع ده؟ يا أساطير، ركزوا معايا جدا في الكلمتين دول عشان ده الخلاصة وتحديث الساعة دي مايو 2026. بص يا كوكا، انت وكل جيش الأساطير اللي بيسمعونا دلوقتي، احكي لهم بقى على تحديث روبلوكس سكيتس. يا أساطير جيش الأساطير، ركزوا في الخبر اللي كوكا عايزني أحكيه لكم ده، لأن موضوع السكيتس أو الباتيناج ده قالب الدنيا في تحديثات روبلوكس الأخيرة في التحديث اللي هتاخده اللي هو بتاع روبلوكس سكيتس، عارفه اللي هو روبلوكس سيلكت بتاع الأعمار. أهلا يا جيش الأساطير، ركزوا معايا عشان كوكا جاب لكم من الآخر في موضوع الليكس، التسريبات بتاعة روبلوكس اللي قلبت الدنيا دلوقتي وبالذات الحاجات اللي اتسربت عن لا روبلوكس سكيتس يا ابني، عارف تحديث روبلوكس عشان الأمان، وده خبر مهم جدا لجيش الأساطير عشان يبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. ركزوا يا شباب في التقسيمة الجديدة اللي كوكا بيشرحها لكم دي، لأنها بقت بتحدد انت تقدر تشوف ايه وتلعب ايه حسب سنك من 5 ل9 سنين. قول لي بقى كل مرحلة هتفضل مفتوح عليها الشات ولا هيكون عليها رقابة أبوية ولا هيكون عليها رقابة أبوية من الدرجة الكام؟ بصوا يا جيش الأساطير، كوكا بيسأل سؤال مهم جدا بخصوص الشات، لأن الشات هو اللي فيه كل الكلام. ركزوا في نظام الرقابة الجديد اللي روبلوكس طبقته. 1. مرحلة من 5 ل9 سنين، الرقابة الحديدية. الشات هنا الرقابة بتبقى في أعلى مستوياتها. الشات بيبقى مقفول أو محدود جدا بكلمات معينة اللعبة هي اللي مختارها. الأمان، مستحيل حد يبعت أرقام تليفونات أو لينكات أو كلام مش تمام، السيستم بيمسح الكلام ده فورا ويطلعه نجوم هاش هاش هاش. شبكات 2. مرحلة من 9 ل12 سنة، الرقابة الذكية. الشات مفتوح بس عليه فلتر قوي جدا، السيستم بيراقب كل كلمة بتكتبها. طب ايه اللعبة اللي هنلعبها في الفئات دي بقى؟ يا أساطير جيش الأساطير، ركزوا مع كوكا عشان جابلكم الخلاصة في الألعاب اللي تناسب كل فئة سنية عشان لما اللعبة ترجع تبقوا عارفين هتدخلوا على إيه على طول. 1. فئة أول ايجز من 5 ل9 سنين، دي مبات الروقان والألوان اللي مفيش فيها قلق. بات سيميليتر 99.
من أشهر المابات تجمع حيوانات وتطورها ممتعة جدا ومناسبة لكل. Adopt Me طبعا غنية عن التعريف، ماب تربية الحيوانات وبناء البيوت، أمان جدا وشات فيها متراقب. رويال هاي ماب والأناقة مناسبة جدا للسن ده. 2 فئة 9 زائد سنوات. هنا بقى بنبدأ ندخل في الحماس والإكشن الخفيف. بروك هيفن الماب رقم 1 في روبلوكس للتمثيل رول بلاي، تقدر تعيش حياتك، تشتري بيت وعربية وتتفاعل مع الناس. ستامبل جايز في روبلوكس مابات التحدي والسباق اللي فيها حماس ومنافسة بس من غير عنف. تاور اوف هيل ماب الباركور الشهير، محتاج صبر وتركيز عالي جدا. تعرفوش أنا من أي فئة؟ ودي يعتبر الفئة كلها اللي متابعاني. أنا من الفئة المتوسطة، أنا من الفئة المتوسطة بسنتين، تخيلين؟ 3 فئة 13 زائد سنوات. هنا بقى مابات الأساطير اللي فيها ضرب نار وأكشن بجد. بلوكس فروتس دي الماب اللي قلبة الدنيا، ليفلات وسيوف وقدرات فاكهة الشيطان، ومناسبة جدا للسن ده. باد وورز ماب الحرب وحماية السرير، محتاجة تيم قوي زي تيم كوكا وحسام وآدم وتخطيط سريع. ميردر ميستري 2 ماب الغموض والبحث عن القاتل، محتاجة ذكاء وسرعة بديهة. 4 فئة 17 سنة، المابات اللي محتاجة توثيق. دي بتبقى مابات فيها رعب جامد أو قتال واقعي جدا، وممنوع الصغيرين يدخلوها عشان بتبقى فيها مشاهد قوية شوية. كوكا بيقولكم يا جيش الأساطير، أنا أكتر ماب بحبها هي ماب البيوت أو بلوكس فروت. انتوا بقى إيه أكتر ماب مستنين ترجعوا تلعبوها لما الحظر يتفك؟ اكتبولي. طب الحظر مش ناوي يتفك من مصر ولا في ايه الأخبار؟ لسه ما فيش الأخبار جيدة ولا محزنة؟ يا أساطير جيش الأساطير، ركزوا معايا في الخبر اليقين اللي كوكا جابهولكم النهاردة بخصوص حظر روبلوكس في مصر، عشان في أخبار محتاجة تفكير وأخبار تانية تدعو للتفاؤل. بص يا كوكا انت وكل المتابعين، دي الخلاصة لحد النهاردة مايو 2026. 1 الأخبار اللي محيرة. الحظر لسه شغال رسميا، اللعبة لسه محجوبة بقرار من المجلس الأعلى للإعلام من يوم 4 فبراير اللي فات، والقرار ده لسه متمش إلغائه بشكل نهائي، يعني السيرفرات لسه مقفولة عند أغلب الناس في مصر. 2 الأخبار الجيدة بصيص الأمل. كلام المحاكم، فيه قضية شغالة في مجلس الدولة طعنا على قرار الحظر. الخبر الحلو إن المحامين بيحاولوا يقنعوا المحكمة إن روبلوكس مش مجرد لعبة، دي منصة تعليمية وإبداعية. الجلسات اللي كانت في مارس اتأجلت عشان يشوفوا حلول تانية بدل الحظر الشامل. مفاوضات الشركة، في كلام قوي جدا إن شركة روبلوكس نفسها بدأت تتواصل مع الجهات في مصر عشان يوصلوا لاتفاق. الاتفاق ده شرطة إن الشركة تطبق نظام أمان ورقابة أقوى على الشات والمحتوى عشان يضمنوا سلامة الشباب اللي زيكم. الحل الوسط، في اقتراح إن الحظر يتفك بس بشروط، يعني اللعبة تفتح للناس اللي سنها متوسط ومسجلة في الفئات اللي كوكا حكاها من شوية، زي فئة 13 سنة و9 سنين، مع رقابة جديدة على الشات. رسالة كوكا النهائية لجيش الأساطير في الفيديو. يا أساطير، إحنا لسه في مرحلة الصبر. الأخبار مش كلها محزنة، في أمل كبير إن اللعبة ترجع بس بنظام جديد وأمان أكتر. طب ادي رقم معين، مش لازم يكون رقم، ادي يوم معين كده، مش يوم معين هم قرروه، يعني يوم من دماغك كده روبلوكس ممكن ترجع فيه، ممكن نتفائل باليوم ده. يا أساطير، كوكا بيسأل السؤال اللي شاغل بال كل واحد في جيش الأساطير، إمتى بالظبط اللعبة هترجع؟ بص يا كوكا، عشان نكون صادقين مع الفانز بتوعنا، مفيش يوم محدد رسمي أعلنوا عنه لحد دلوقتي، بس في توقعات قوية بناء على اللي بيحصل. توقعات الصيف، فيه كلام إنهم بيحاولوا يخلصوا إجراءات الأمان دي قبل إجازة الصيف، يعني على شهر يونيو أو يوليو 2026، عشان الشباب يقدروا يلعبوا في الإجازة. بعد الجلسة الجاية، أغلب التوقعات بتقول إن القرار النهائي ممكن يطلع بعد جلسة المحكمة اللي جاية، ولو الأمور مشيت تمام. هي جلسة المحكمة هتبقى كام 5؟ جلسة المحكمة هتبقى كام 5؟ كوكا بيسأل عن أهم ميعاد مستنيينه. بص يا كوكا، جلسة المحكمة بخصوص موضوع روبلوكس في مصر غالبا بتكون محددة في التواريخ اللي جاية.
الجلسة اللي الكل مستنيها. الكلام كله إن في جلسة مهمة جدا هتكون في نص شهر مايو شهر 5، وبالتحديد في أخبار بتقول إنها ممكن تكون يوم 17 من مايو 2026، ودي الجلسة اللي المفروض هيتقدم فيها ردود من الخبراء عن نظام الأمان الجديد اللي روبلوكس عملته. كانت في جلسة يوم 15 مارس. الجلسة القاضي حكم، مش القاضي، المحامي حكم وكلم القاضي وكله اتكلم، والقاضي حجز القضية لغاية النهاردة ما اتكلمش. يا أساطير جيش الأساطير، ركزوا في النقطة القانونية اللي كوكا بيوضحها لكم دي، عشان دي أهم حتة في الفيديو كله. بص يا كوكا، انت تقصد ان في جلسة يوم 15 من مارس اللي فات المحامين قدموا الدفاع بتاعهم وشرحوا للقاضي ان اللعبة دي مفيدة ومهمة، والقاضي وقتها قرر حجز القضية للحكم او للدراسة. يعني ايه الكلام ده يا جيش الأساطير؟ لحد النهاردة القاضي لسه مطلعش القرار النهائي اللي يفتح اللعبة أو يقفلها للأبد. هو دلوقتي بيراجع الأوراق والتقارير اللي قدمها المحامين والخبراء. ليه التأخير؟ القضية مش سهلة، لأن القاضي لازم يتأكد 100% إن اللعبة بقت أمان على الأطفال والشباب قبل ما ياخد قرار بفك الحظر. الوضع الحالي، إحنا دلوقتي في فترة الانتظار. المحكمة غالبا بتحدد موعد للنطق بالحكم، وده اللي إحنا مستنيينه في شهر 5 الحالي. رسالة كوكا لجمهوره: يا جدعان، المحامي عمل اللي عليه واتكلم مع القاضي وفهموا إن روبلوكس فيها إبداع وتعليم، والقضية دلوقتي في إيد القاضي. كده القضية يا اخوانا ما فيهاش غير كلام القاضي خلاص. يعني احنا نتفائل شوية ونقول يا رب يعني، وندعي اللعبة اللي ترجع بالسلامة لينا، والأي سؤال لازم تسألوني عليه. وعايزين أقول لكم تحديثات لعبة فري فاير. طب بالمرة بقى، عشان أنا بعمل محتوى فري فاير بالمرة، طب ما تقولوا انت تسريبات لعبة فري فاير الجاية، اللي هي لعبة فري فاير التحديث الجاي تسريبات. اسمعوني بقى، بحب ادلعك وانا. يا أساطير جيش الأساطير، بما إننا دخلنا فري فاير في الموضوع، فكوكا مش ناسيكم وجايب لكم تسريبات نار للتحديث اللي جاي OB44 OB45 واللي قالب الدنيا في السيرفرات. 1. الشخصية الجديدة المفاجأة. في تسريبات عن شخصية جديدة اسمها كايت أو سوزي حسب السيرفر، وقدرتها إنها بتديك عملات زيادة لما تفنش حد، وده هيخليك تشتري أسلحة وتطويرات أسرع من أي حد في الجيم. 2. عودة سكنات كريمينال باندلز. في كلام قوي جدا إن سكنات الكريمينال الملونة هترجع تاني في إيفنت خاص، ودي فرصة لأي حد من جيش الأساطير كان نفسه يجيب السكنات دي وملحقش المرة اللي فاتت. 3. تطوير الأسلحة إيفو جانز. التسريبات بتقول إن في سلاح ماك 10 ليفل 7 جديد هينزل، وهيكون شكله أسطوري وله تأثيرات ضرب بتخلي الخصم يتبخر. 4. خريطة برمودا الجديدة. في تغييرات هتحصل في أماكن معينة في خريطة برمودا وهيضيف. التحديث ده هينزل لهم امتى بقى؟ التحديث ده ينزل اللعبة امتى بالظبط؟ يا أساطير جيش الأساطير، ركزوا في الخبر ده عشان كوكا جاب لكم الخلاصة اللي لسه نازلة حالا. التحديث ده لسه واصل لجيشنا، وهو بخصوص دمج القوة بين روبلوكس وفري فاير في القناة الجديدة. تحديث القناة زي ما انتوا شايفين، كوكا غير اسم القناة لجيش الأساطير، وده مش مجرد اسم، ده معناه ان المحتوى اللي جاي هيكون أقوى وتغطية الأخبار هتكون أسرع من أي حد تاني. رب تحديث فري فاير. سلام بقى اخواتي، بصوا عملت لكم اللي انتوا طلبتوه مني، وبصوا يا اخواتي بأي سؤال عايزينه مني تاني، اهم حاجة ما تتكسفوش مني. بالظبط انا سبع اخوكم اخوك الزهرة الكبير، مش تفرق. سلام.